فضيحة جديدة بتهز النادي الأهلي، ونجم الفريق قرر يهيج الجمهور ويسخنهم على المدرب مارسيل كولر، وكل ده بسبب إنه مش بيلعب وقاعد على الدكة. والموضوع خرج من أوضة اللبس، والفضيحة كانت قدام الإعلام والكاميرات. الأهلي اللي بيمر بفترة استقرار كبيرة في الفترة الأخيرة، وبيحقق فوز ورا التاني، وبيستعد كمان لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا قصاد فريق الترجي التونسي، لقى نفسه في ورطة كبيرة، والموضوع اتصدر الترندات وبقى حديث السوشيال ميديا. وخناقة اللاعب والمدرب اتحولت من أوضة اللبس للملعب وقدام الجمهور وكمان الكاميرات. بس يا ترى ايه اللي حصل؟ وليه في خناقة جوه الأهلي؟ وازاي لاعب يسخن الجمهور على المدرب كمان لدرجة ان يشتموه في أرض الملعب؟ وكل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، فخليكم معانا. النادي الأهلي داخل على مباريات حاسمة في الموسم، والفريق محتاج الهدوء والاستقرار وما يبقاش فيه أي مشاكل، خصوصا ان المشاكل دي بتأثر على استقرار أوضة اللبس وتركيز اللعيبة. واللي جاي ده ما يستحملش غلطة واحدة، لأن معناها الدوري هيضيع لبيراميدز ودور الأبطال لصالح الترجي التونسي. المهم بقى في وسط الليلة دي كلها قرر محمد مجدي قفشة صاحب القضية ممكن إنه يتصدر المشهد، بس مش بلقطة هدف ولا أسيست، ده بمشكلة كبيرة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر. والموضوع وصل للزعيق والشتيمة والاتهامات بالمجاملة والمحسوبية جوه الفريق. قفشة عمل خناقة مع كولر وقال له انت بتجامل لعيبة على حساب لعيبة، وانا من حقي اشارك اساسي، واللعيبة اللي بتنزل مكاني اقل مني بكتير. وطبعا الكلام ده خلى كولر يغضب ويقرر يدخل اللاعب التلاجة ويركنه على الرف. وفعلا اللاعب فضل اكتر من مباراة بره القايمة خالص، لحد ما ظهر في ماتش الاتحاد السكندري الأخير بالدوري، وده مربط الفرس. الجمهور دعم قفشة في مباراة الاتحاد بشكل كبير، خصوصا إن اللاعب كان على الدكة ومنزلش الملعب. بس الكاميرات اصطادت قفشة وهو بيطلب من عامل غرفة ملابس الأهلي إنه يروح للمصور علشان يجي يصوره وهو زعلان وغضبان من القعدة على الدكة. والناس تبدأ تتكلم إن قفشة حزين من معاملة كولر ليه. الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، والناس قالت شوفوا قفشة بيضغط ازاي على المدرب، وعاوز كمان يصدر صورة سلبية في الإعلام ويهيج الجمهور على كولر علشان يلعبه. ومش بس كده، ده اتقال كمان ان الجمهور شتم كولر في أرض الملعب بسبب صاحب القضية، وخلى الجمهور يحرج المدرب قدام عدسات الكاميرات. الأكيد بقى ان الجمهور دعم قفشة في أرض الملعب وهتف باسمه أكتر من مرة، ولقطة الكاميرا والمصور بقت حديث السوشيال ميديا كلها، وحتى القنوات التلفزيونية جابت اللقطة وقالت اللي بيعمله قفشة ده مش مفهوم، وما يطلعش من لاعب محترف بيلعب في صفوف أكبر نادي في أفريقيا. قفشة دخل في صدام مع كولر الفترة الأخيرة، ورغم إنه رجع لقائمة الأهلي في ماتش الاتحاد السكندري، إلا إنه قعد دكة ومحدش عارف هيلعب تاني ولا لأ مع كولر. فأنت من وجهة نظرك بقى شايف اللي عمله اللاعب إزاي؟ ومين فيهم يا ترى على حق، قفشة ولا كولر؟